اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح المحبة، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. النهاردة بقى جاي لكم بفيديو خفيف كده، مرضتش أطول في المدة بتاعته. أتمنى يا رب قناتي تنول إعجابكم. لو شفتي إن انتي بتستفادي من القناة أو بتتحمسي أو بتتشجعي أو بتطلعي مستفادة ولو معلومة واحدة، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبتدي كده نشوف بنعمل ايه دلوقتي ايه بقى. الشاشة كانت مطربة جامد جدا. مش عارفة انا عشان ساكنة في اول دور وكده. دايما عندي ترابة ناعمة كده في الشقة بتاعتي يعني. ممكن كل اسبوع، يعني كل اسبوع حرفيا لازم الم السجاد وانفضه وعلى البلاط بقى. انا ما عنديش سيراميك. البلاط بقى بلاقي عليه كمية ترابة ناعمة تقولي كأني بقالي شهرين 3 ما لمتش السجاد. ممكن عشان قدام الطريق وكده، قدام البلكونة يعني عربيات رايحة وجاية، فقلت ممكن بقى هو ده يعني السبب، وعشان ساكنة في أول دور. مع اني حاطة ستارة، يعني حاطة ستارة مش بشيلها خالص في البلكونة، ولكن برضو التراب بيدخل. ما علينا مش مهم. هنا بقى بصوا انا بلم اللعب وياسين يجي يفضي اللعب تاني، هو اللي مبهدل لي الدنيا. يلا كل اللي يشوف ياسين ادعوا له دعوة حلوة ان ربنا يخليه ويبارك فيه يا رب، وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة ويعوض عليكم جميعا يا رب، ويجعلها سنة تحقيق أمنيات ورضا وسعادة وراحة بال لينا وليكم يا رب العالمين. هنا بقى يعني أنا كنت لسه يعني قبلها بيومين. قبلها بيومين كنت منفضة السجاد في البلكونة وكده، وكنت مغيرة فرش السرير والكنبة دي. فقلت خلاص أنا هسوي بس، يعني مش هلم فرش ولا أي حاجة لأن أنا لسه مغيره، لسه ملهوش يومين. بس قلت هسوي كده الأوضة بس متكعبلة هي من مكان النوم ولعب ياسين، رايحة جاية اتكعبل فيها، رايحة جاية صوابع رجلي باظت. بس كده ابتديت بقى ايه اساوي كده معاكم. الايام دي ايام امتحانات، ربنا معانا ومع اولادنا جميعا يا رب العالمين. خلي عندك استقرار نفسي عشان ده هيوصل لولادك، ما تحسسهمش بالهلع والخوف والرعب. حسسيهم ان هم بيعملوا اللي عليهم والتوفيق من عند ربنا، ولكن لازم يجتهدوا ويعملوا اللي عليهم ويحاولوا. مش يقولوا يعني لا، لازم الأول يخلصوا الدور اللي عليهم، وبعد كده في دور التوفيق ده بقى من عند ربنا، هو بقى ربنا اللي بيكمله تمام كده. بس كده وإن شاء الله كل حاجة تعدي سهلة، ما تضغطيش نفسك من الكلام اللي احنا بنسمعه. ده امتحانات رابعة، امتحانات ثانوية، سيبيهم هما بياخدوا دروس وهيتعودوا مع الوقت، وكل حاجة إن شاء الله هتعدي معاهم بإذن الله، يعني أحسن ما كنا نتوقع كلنا. بس هنا ابتديت بقى ايه اكنس كده الارض برضو، لان انا السجاد لسه لماه يعني ملهوش، فاهمين قصدي. فمرضتش المه بقى، اي نعم ياسين مبهدل الدنيا فيه، ولكن مرضتش المه، لسه ليه يومين بس ملموم. بس ابتديت اساوي كده. انا بكنس بالمكنسه العاديه، ما عنديش مكنسه كهربائيه صراحه، يعني متعوده بكنس بالمكنسه العاديه، او بتخلي السجاد زي الفل، خصوصا الخشنه دي. ال اللي هي المكنسة الناعمة دي لا، مش بتنفع خالص على السجاد، دي عايزة الأرض، عايزة السيراميك، عايزة البلاط كده يعني. بس وربنا يوسع علينا وعليكم يا رب جميعا، وكل اللي في نفسه حاجة بإذن الله تتحقق أحسن ما يتوقع، كمان أحسن ما كان بيتمنى، وربنا إن شاء الله يعوضنا جميعا خير. ارضوا بكل اللي عندكم، احمدوا ربنا. الأيام اللي احنا فيها دي أيام صعبة جدا جدا جدا، مش على مصر بس ولا علينا هنا بس، لا،
انتوا لو هتتابعوا كده شوية هتلاقوا كل الدول بتشتكي من الغلا والحاجات اللي احنا فيها. يعني ده مش وضع عندنا احنا بس، لا، العالم كله بيشتكي وبيعاني من اللي احنا بنعاني منه. ربنا يرفع يا رب الغلاء عننا وييسر الحال وييسر الأمور، وترجع تاني الأمور زي الأول، لأن بجد الناس تعبت جدا، الناس تعبت تعبت تعبت. ولكن نرجع ونقول الحمد لله أيا كان الوضع، الحمد لله نحمد ربنا، احنا أحسن من دول كتير. احنا طالع عنا ومفرومين بجد، ولكن أحسن من دول كتير يعني. آه الغلاء ده هو بصوا يعني انا كنت افتكر اني عندنا بس، لكن لما بدأت اتابع وكده عرفت لا، ان دي يعني أزمة على العالم كله. ربنا يخرجنا منها على خير يا رب. حاولي مشي نفسك بإمكانياتك، الموجود يسد. حاولي يعني ما تعمليش، اقولك إيه، ما تعمليش اكل زيادة، ما تعمليش حاجة زيادة، اعملي كل حاجة على القد عشان ما فيش حاجة تترمى. يعني دلوقتي مثلا هنقول لا هنعمل الحاجات مثلا اللي سعرها كويس او على قد الايد، ما بقاش في حاجة على قد الايد ده، كلها بقيت محصلة بعضها. فاهمين قصدي؟ فسوي نفسك على قد امكانياتك. أزمة وبإذن الله تعدي على العالم وعلينا كلنا يا رب، إن شاء الله تعدي على خير. وربنا ييسر الحال، مش عارفة بقى أقول إيه أكتر من كده. هنا بقى كنت جايبة كرنبيطة، كرنبيط اسمه كرنبيط. ما عملتهاش كلها لاني انا عندي مش كل اللي بياكلوا، يعني انا بس اللي نفسي رايحة عليه. وبنتي، فقلنا خلاص بقى النهاردة مش مشكلة، ان يعني مش هتحصل حاجة، واحمر جنبه شوية بطاطس وشوية سلطة، والحمد لله والموجود يسد، مش مشكلة اي حاجة. نصها التاني بقى قلت ابقى اطبخها كده، اعملها بدمعة واعمل معاها شوية رز وشوية مخلل، وبرضه يوم ويعدي، يعني كفي نفسك على قد الموجود، اي حاجة، اي حاجة تسد وخلاص، اي حاجة تسد احتياجاتنا وخلاص. هنا المية دي حطيت فيها معلقة كمون صغيرة ومعلقة ملح صغيرة، وابتديت احط الكرنبيط، انا مقطعاه كبير شوية، عملت حساب ان هو ممكن يتهرى مني، فاهمين؟ فسبته كبير وقلت بعد ما يستوى ابقى انا اكمل تقطيعته بقى انا على زي ما يعجبني. بس وهحمره بقى وهظبطه. ولو الاطفال عندك ما بيحبوش، يعني انا هعمل لهم انا هعمل لهم الحركة دي. عندي فريق بياكلوا وفريق مش بياكلوا. افرميه ودخليه في العجة، افرميه كده واعملي العجة قرصات، مش هيبان خالص صدقيني، مش هيعرفوه. بعد ما ياكلوا بقى خليكي ذكية وناصحة، بعد ما ياكلوا قولي لهم، لان هما بجد مش هيحسوا بيه خالص. يعني اللي مش بيحب ياكل الكرنبيط كده هو او ملهوش تقل عليه، لا جربي كده هو تفرفتيه كده خالص بعد ما يتسلق، وبعد كده اعملي كأنك بتعملي عجة بالظبط، هتحمري بصلة كده تدبليها، وبعد كده تنزلي عليها بطماطميتين مبشورين، وبعد كده تنزلي عليها بالخضرة اللي انت عايزاها، ومعلقتين دقيق كده تقلبيهم فيها، وبعد كده هو آه لا استنوا، وبعد كده الدقيق مع البيض، الدقيق مع البيض، وتنزلي بالخلطة دي وتضربيهم كلهم في قلب بعض، تمام كده، وملحك وفلفلك بقى وظبطي بهاراتك، وانزلي بقى بالكرنبيت اللي انت مفتتاه دوت، ابدأي حطيه كده هو في نفس الخلطة ودوبيه. امسحي بقى الوصفة دي حلوة لأنها موفرة للزيت، يعني الوصفة دي أقراص العجة موفر حلوة لأنها بتوفر الزيت، مش زي الكرنبيت بياخد زيت بالهبل. هتعملي ايه بقى؟ يا دوب هتحطي معلقة زيت واحدة في الطاسة وتدحرجيها كده في الطاسة كلها، وبعد كده تاخدي كبشة من الخليط ده وتبتدي تفرديها بقى في الطاسة، مفيش اقل من دقيقة كده بالسباتشولا، تروحي اخده القرص ده قلبها على الناحية التانية، واعملي قرصات صغننة كده اهو، بحيث فضلت لتاني يوم، فضلت الصبح للفطار لعشاء، اللي ياخد قرص كده يحطه في الرغيف، والحمد لله على كده. حاولوا اعملوا وصفات اقتصادية على قد ما نقدر، مش كل يوم، ما بقاش في امكانية ان كل يوم فراخ ولحمة والكلام ده، لا لو مرة في الاسبوع خلاص بقت حمد ورضا. مشي نفسك على قد الموجود.
الوضع ده علينا كلنا، ربنا يرفعه عننا يا رب. ان شاء الله اللي جاي احسن بكتير، ربنا يرفع الغلاء عننا جميعا يا رب العالمين وعلى الدول العربية جميعا. هنا بقى كان معايا شوية غسيل، بس غسيل غامق يعني، فقلت ايه بقعد اجمعهم كده مع بعض. ما تحطيش بقى ايه حتة حمرا وحتة صفرا وحتة بيضة وحتة سودا. الحركة دي بقى ايه بتبوظ الهدوم خالص، يعني الحركة دي بتخلي الهدوم باهتة خالص. ممكن تاخدي ايه، تاخدي الكحلي مع الاسود، تاخدي الرصاصي، تاخدي الالوان الغامقه، يعني الحاجات اللي تنفع تيجي مع الاسود، مش هتقول لا ولا هيجرى لها حاجه. لكن ما تحطيش بقى ايه اصفر مع الاسود، تحطي بامبي مع الاسود، هتحسي الهدوم دي بتطفى خالص. يعني انا مش هكدب عليكم، انتوا مش اغراب. اول سنة جواز دي باظ عندي صراحة حاجات كتير بسبب الحركة دي، يعني باظ عندي كذا حاجة والله. باظت عندي بسبب ان انا ما كنتش بعزل الهدوم، كنت بستسهل هو انا لسه هقعد احوش شوية هدوم، اروح حاطة كل الهدوم على بعض. اول الجواز باظت عندي شوية هدوم محترمين يعني. يلا بقى كل اللي بيشوفني وصل معايا لهنا، يا ريت تشتركوا في القناة عشان عيلتنا ان شاء الله الصغيرة تكبر بتوفيق ربنا ثم بدعمكم ليا. بحبكم كتير قوي. يلا استودعكم الله. باي باي.